السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنسوش انكم تشتركوا في قناتي وتعملوا اشتراك ولايك وتبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم مع احباب ديالكم. كتشوفوا اليوم صورتكم هذا الكريسي ديال مطهر حضرت اليوم واحد الطهاره فقط صورتكم معي بعد الحاجات وصافي، غير العشاء هكذا وداكشي نتوما كتعرفوا ميمكنناش اننا نصوروا الناس اولا شي حاجه باش ما ينوض حتى شي مشكل. طبعا البنات راكم عارفين المناسبات، وطبعا المناسبه ماشي ديالي، طبعا عندي واحد الصديقه وصافي. وهنا البنات عدلت شلاضه عدلت باستيلا، المهم داكشي داز مزيون وغزال البنات. قلت فقط نصور هيدا شي لقطات ونشاركهم معكم وصافي. وباستيلا جات مزيونه بنات، كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. هذه هي باستيلا ديال الجدد للناس اللي عايسقسوني ديال الجدد، واصلا راه باينه بنات. وهذا فلان عادي بهولاله ومزواق فروطه وصافي. ومن بعد البنات ما جيت للدار حضرت واحد الكيكه، طبعا حتى نوضت في الصباح ماشي في الليل. طبعا البنات راكم عارفين فاش كنكونوا حضارين كنجيو يعني حتى نص الليل. يعني حضرنا هاد الكيكه هذه سهله مهله بنات عاديه، ولكن جات غزاله وطلعوا منفوشه كتحماق ما عليكم الا تجربوها. غير سمحوا لي بنات غطيت بهذا المنديل هنايا، كانوا عندي شي قشاشه هنايا غطيتهم البنات باش ما عكست نبقى نهزهم ونحيد. قلت اني نطحن غير هنايا قدامهم. هنا البنات بالنسبه للكيكه فيها 4 البيضات، كاس زيت، كاس السكر، كاس الحليب، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، عاديه. هانتوما كتشوفوا البنات باقي فيا النعاس ومع ذلك انني كنوجد. بالنسبه لواحد الالزا واحد الالزاد ديال الزهر لافاني، وغادي نعاود نطحن البنات في مولينكس مزيان حتى كيتخلطوا المكونات ديالي مزيان. صراحه البنات انا كنعدلها بمولينكس عاديه، ولكن فاش عدلتها بهذه المولينكس هذه والله الا البنات الا جات حسن جات بحال بشكيتو، حيت هذا المولينكس والله الا البنات كنصحكم بها الا مزيونه والله الا عرفتي جات منفوشه والله الا حسن من المولينكس العاديه او الباطو. هنا البنات ضفت كاس ديال الزيت وضفت المكونات اللي باقا كامله. حنحك لها واحد الليمونه باش كتعطي واحد المذاق اللي هو مزيون، ما كيبقاش يعني غير المذاق ديال اللافاني والحليب، ضروري نسموها بالليمونه محكوكه. هنا البنات من بعد ما خلطت المكونات ديالي غادي نضيف عليهم 2.5 كيسان ديال الدقيق. انا دائما كيف كنقول لكم عندي كيسان معروفين، يعني ما كان نزيدش عليهم، دائما 2.5 كيسان ديال الدقيق. وغادي نعمل هنا واحد الخماره بيضاء ديال الحلويات، ووحده تكون حمراء لان هذه عندي لاطه يعني شويه كبيره ماشي صغيره.
وغادي نعاود نخلط في مولينكس. ودابا هانتوما كتشوفوا كيفاش كتكون الكيكه ديالي مخفيفه ما ثقيله، كتكون هي هذيك. ودابا غادي نخويها في اللاطه ديالي اللي عندي دائريه ولا عندكم مربعه من اللاطه ديالكم كما كانت البنات. وغادي ندخل على درجه الفرن الحراره 150 درجه ديال الحراره البنات، وخليكم معايا.